الطريقة الوحيدة عشان نتخلّص من كل المعاناة النفسية اللي عندنا، وعشان نعالج نفسنا أول بأول من البلاوي اللي بتظهر جوانا، حاجة كده عاملة زي الشاور أو الدُش أو الاستحمام اللي أنت محتاجه عشان تحافظ على جسمك نضيف. أكيد طبعًا إحنا من جوّه برضه محتاجين هذا الاستحمام عشان نحافظ على جسمنا أو طبعًا نفسيتنا نضيفة. فلو تخلّصت من الego، وده معظم أو ملخص هذه القناة، وكل الشرح بينبع من هذا، أتخلّص من الego، ساعتها هتتخلّص من المعاناة النفسية للأبد، ويظهر بقى السلام الداخلي وتظهر السعادة. بس ما كانش حد غُلب لو كان الموضوع تافه كده. ولكن هي دي الفكرة، إن إزاي بقى إحنا نعي أو نكون واعيين بالego. يعني إيه ego؟ مش فاهم. الego يعني الأنا، ومش قصدي زي ما قُلت في الفيديو اللي فات، مش قصدي الأنا بتاعة فرويد والأنا الأعلى وكده، ولا أقصد الغرور. قصدي إنك تتخلّى عن فكرتك عن نفسك، بس هو ده اللي أنا أقصده بالego. يعني لو أنت تأمّلت، تعالَ كده نتأمّل أنا وأنت. أنت طول الوقت بتبقى حاسس إن أنا باعيش يومي، أو إن أنا باتعامل مع الناس. أنت ده أي مشكلة عندك، عندك مشكلة في شغلك، عشان أنت فاكر عندك العادة، متعوّد إن أنا عايز أحصل على حاجة من الشغل ده ومش باحصل عليها. ساعتها بتقول أنا عندي مشكلة في الشغل. طبعًا ممكن يكون في بلاوي جوّه بقى هي اللي مسببة ال الضرر ده اللي أنت حاصل لك، أو المشاعر السيئة. وهنا خلّي بالك، المشاعر طبعًا حقيقية، المشاعر موجودة، مشاعر الألم والمعاناة اليومية، المشاعر حقيقية موجودة. أنا مش باقول لك لأ أنت مش حاسس بحاجة، وأنت حاسس بضغط وحاسس بتعاسة. بس التعاسة دي بتيجي منين؟ من مكونات كتير جوّه. لو أنت مثلًا زي ما قُلت قبل كده، لو أنت اسمك محمد أو أنتِ اسمِك مثلًا ملك، فما فيش حاجة اسمها ملك. لأ، إحنا مثلًا لو جوّه افتراضًا لو في النظام كلّه 100 حاجة، 100 شيء بيتفاعلوا مع بعض. طبعًا هم مش 100، ما يتعدّوش. بس الفكرة في فكرة المكونات، ال100 دول لو في مثلًا 5، 6 منهم بايظين، يعني حاجات كده خبيثة، هيأثّروا على ال100. الموضوع كلّه يا جماعة إن ال100 حاجة دول اللي جوانا، أنا افتراضًا 100 طبعًا ما يتعدّوش، ولكن ال100 دول هُم بيتفاعلوا مع بعض، وكل حاجة المفروض بتتفاعل مع الحاجات اللي جنبها، بتأدّي وظيفتها لبقاء الكائن كلّه. بس إحنا بنطلق مجازًا على ال100 حاجة دول لمّا يتفاعلوا مع بعضهم، بنطلق عليهم ده أنا. حاجة كده عاملة برضه زي ما قُلت قبل كده زي المدينة. مدينة اللي هي شوية مباني وشوية ناس وبيتفاعلوا مع بعض. أنت تبُص بقى على المدينة دي من فوق، تقول دي إسكندرية أو دي القاهرة أو دي مدينة كذا. لكن هل في شيء اسمه المدينة؟ لأ، دي المدينة دي نادر حاجة مكوّنة من كل حاجة جواها. فدي نفس الفكرة. بالمفهوم ده، بمفهوم المكونات، ده اللي أنا أقصده. اللي هو الموضوع مش بالسذاجة يا جماعة، ومش بتفاهة إن أنا باقول لك ما فيش حاجة اسمها أنا. طب مين اللي هيدفع بقى الفواتير؟ طب على كده مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ الموضوع أعمق من كده، وهو إن إحنا نكونوا فاهمين إن تفاعل كل حاجة جوايا بيدّي وَهْم إن في حد جوّه. هي كانت الخدعة أو كانت اللعبة إن تفاعل كل حاجة جوّه، مثلًا لو هم 100 حاجة، لو 100 مكوِّن يعملوا مع بعض وكأنهم وحدة واحدة، لكن هم في الحقيقة مش وحدة واحدة. ومن هنا تيجي بقى الرؤية إن أنا ممكن أصلّح المكونات اللي بايظة دي، فأصبح الموضوع ما بقتش المشكلة أنا تعيس،
أو أنا عندي اكتئاب، أو أنا وِحِش، أو أنا حاسس بالذنب، أو أنا غلطت، أو أنا لأ، ده بس في مكونات جوّه، المكونات دي هي سبّبت المشكلة دي، أيًا كانت بقى المشكلة اللي عندي، هو خوف، هو قلق، أي حاجة، بس الأساس اللي أنا محتاجك تكون فاهمه هو إن ما فيش، أو مش ما فيش، هو موجود، اللي هو الego، ولكنه وَهْم. فأنت معاناتك دي مش، ما تاخدهاش كده بحساسية بشكل شخصي، اللي هو أنا باعاني في الحياة، كأن حد متّفق عليك أو إن حد بيعمل مؤامرة عليك، لأ، هي في مكونات جوّه بايظة، فهنا ييجي الاختيار، ييجي الحل، ييجي الفرصة إن أنا أعالج المكونات دي أو أبدّلها بمكونات تانية رائعة. فأنت بتتعامل مع نَفْسك كإنّك عبارة عن حديقة، لو في شوية زرع مش عاجبينك، ازرع، أو اهتم بيهم وازرع حاجات تانية حلوة، شوية ورود، شوية ثمار، لكن ما تبقاش أنت عمّال تحُط في الحديقة شوية زبالة، زبالة، شُفت قمامة، مكونات ها، وتشتكي من الحديقة ريحتها وِحشة، ما أنت اللي عمّال تحُط حاجات. فالطريق الأول أو الطريق الوحيد للتخلُّص من المعاناة هو التخلُّص من الego. فابدأ بُص جوّه، ابدئي بُصّي جوّه للمكونات، إيه اللي موجود جوايا؟ ما فيش حاجة موجودة جواك ما بتأثّرش في شكل حياتك. هل موجود جواك إحساس بالضعف محتاجين نتعامل معاه؟ موجود جواك إحساس من الألم، من الخوف، من النقص، من الاحتياج؟ دي المكونات اللي أنا أقصدها اللي هي بتسبب بلاوي، ولكن بعد ما فهمت إن ما فيش حاجة اسمها أنا في الموضوع، بس أنا محتاج أعالج المكون ده، هنا يبقى سهل إنك تتغيّر فعلًا للأحسن. أنا نادر رجب، أشكركم جدًا، جدًا على المشاهدة، أشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، وسلام.